السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. آمين يا رب العالمين. قصتنا اليوم بتحكي عن تاجر اللحمة بشير وصديقه. كان يا مكان في قديم الزمان في قرية صغيرة يعيش فيها جزارين، كان أحدهما يدعى راشد والآخر بشير. ظاهرا كان من مهنتهما واحدة، لكن حياتهما كانت نوعا ما مختلفة تماما. كاختلاف السماء عن الأرض. كان راشدا رجل ذكي وقوي البنية، كان جشعا جدا وطماعا محبا للمال في قلبه. وفي البداية كان يذبح الحيوانات الحلال ويبيع لحومها مثل الجزارين العاديين. ولكن شيئا فشيئا استيقظ الجشع في قلبه. بدأ يفكر كيف يمكنه أن يصبح أكثر ثراء. فأصبح من وقت إلى ثاني الجشع يزداد في عينيه. وذات يوم سيطر عليه فكرة شيطانية. قرر راشد أنه إذا باع لحم الحمير على أنه لحم البقر أو ماعز فلن يتمكن أحدا من التعرف عليه. فالناس البسطاء لا يعرفون أن يميزون اللحمة هذه من تلك. في يوم خطته الشريرة كان بشير يشتري الحمير من أماكن بعيدة في ظلام الليل ويذبحها في صباح اليوم التالي. يعرض اللحم في المتجر بعناية فائقة ثم يبيعها بأسعار رخيصة ليجذب المزيد من الزبائن. بدأ اللحم الطازج والرخيص للناس. كذلك المتجر راشد يزدحم. في وقت قصير امتلأت خزائنه وتراكمت الثروة في منزله، وأصبح يعد من أغنى أغنياء القرية. بدأ يرتدي الملابس النظيفة الجديدة وبنى منزلا كبيرا، وبدأ يتباهى بثروته أمام الناس. لكن على الرغم من ذلك الثراء قلبه كان مضطرا. عندما كان ينام في الليل كان يخشى تفكيرا فيما سيحدث آه، إذا انكشف سره. لكن الجشع والطمع طغى على هذا الخوف أيضا في قلبه. لقد انغمس في حياة الطرف والرفاهية، لكن السلام كان قد غادر حياته إلى الأبد. على نقيض ذلك كان بشير رجلا طيب القلب، يخشى الله وقنوعا. كان لديه متجرا صغيرا كان يبيع فقط اللحوم الحلال والطازجة. لم يكن دخله كبير، لكنه كان راضيا في ما لديه. كان بشيرا يستيقظ عند أذان الفجر، يصلي ويشكر الله على ما لديه، ويدير متجره بعد أن كان مؤمنا دائما في قلبي أن الله هو الرزاق الكريم. وليس الإنسان من يرزق، هو الله فقط. كان بشير أحيانا يعطي اللحم مجانا للفقراء ويساهم في احتياجات المسجد، ويتوكل على الله في جميع ظروفه. لهذا السبب كان الناس جميعا في القرية يطلقون عليه اسم الجزار الصالح. كانت زوجته وأولاده يعيشون في بساطة، ولكنهم كانوا سعيدين جدا. وفجأة وقعت عينيه على متجر بشير الصغير. كان بشير يتحدث بلطف مع عدد قليل من الزبائن، ويبتسم لهم. عندما رأى هذا الحشد اشتعلت النار في جسد راشد. بدأ يفكر لماذا بشير سعيد بينما لا يملك شيئا. لدي أنا أكوام كثيرة من المال وليس لدي أي سلام. من أين يأتي بهذا السلام؟ ثم وسوس له الشيطان في قلبه أن يضم بشيرة إليه حتى يشاركه في الذهاب في الطرف. ذهب راشد إلى بشير وقال له مبتسما ابتسامة مصطنعة: أخي بشير، لماذا لا تعمل معي؟ سأخبرك سرا. ماذا إذا تعاونت معي؟ سنصبح أغنى أغنياء القرية، أغنى من الجزرين بكثير. وفي القرية سأل بشير بدهشة: أي سر هذا؟ راشد وعد بشير بأنه لن يخبر أحدا عن هذا السر. عندما وعد بشير همس راشد أن يبيع لحم الحمير للناس لا يستطيعون تميزه. إذا انضممت لي فسيصبح الثراء بيني وبينك، وسنصبح أغنى أغنياء القرية. نظر إليه آه، نظر إليه إلى هذا العالم لا يحترم انظر إلى هذا العالم لا يحترم إلا الأغنياء فقط. لدينا الكثير من المال لدرجة أن أهل القرية سوف يحترمونك مثل ما يحترموني. عند سماع هذا صمت بشير لبضع لحظات، ثم هز رأسه وقال: بالله وفي الله، والله لن أبيع إلا اللحم
ورزق الحلال كله حلال بحلال. أخي راشد، أقسم بالله أنني لن أكسب رزقا من الحرام. الحلال يكفيني والحمد لله، يعطيني الله على قدري، لا أريد المزيد. آه، عندما رفض بشير، عرض راشد وقال: أفضل الموت جوعا على أن أضحك على الناس. ضحك راشد ضحكة مسخرية، هستيرية، آسف. وظهر عليه وقال بسخرية: كنت أختبرك فقط يا رجل، أنت الرجل الصالح مثل ما يقول الناس عليك. الحقيقة أن النار اشتعلت في قلبه كثيرا، أكثر بأكثر، داخل قلب ذلك البياع الحمير. منذ ذلك اليوم كرس راشد كل طاقته بالإيذاء بشير. كان يزديد متجره في البهرجة ويقول بصوت عالي عالي أمام الزبائن: إن لحم بشير قديم وغالي. في بعض الأحيان كان يوزع على الزبائن بالمجان كي يسيطر على السوق. ظل بشير صامتا وصابرا، وكان يضع الله في قلبه يضع الله لقلبه الإيمان والصبر. وفي ذات الليلة بينما كان راشد يحترق في جسده والحقد، وظل خطة كثيرة تسلل في الظلام إلى متجر بشير وخلط السم باللحم ووضع السم في اللحم الموجود هناك. كانت يده ترتجفان وكان قلبه يخفق بقوة، لكن جسده والجشع كان يسمحان له بأن يسمم لحمة ذلك الفقير. فكر بالسعادة غدا أنه سوف يأكل الناس من هذا اللحم وسوف يمرضون وقد يموتون، ويغلق متجره ويعود بلا شيء. تبين أن الكلب قد مات بعد أن أكل اللحم. شم بشير اللحم فاشتم رائحة كريهة. السم قد بدأت عينيه تنزل منها الدموع، ورفع يديه إلى السماء وقال: الحمد لله الذي أنقذني وأنقذ زبائني. عندما جاء الناس لشراء اللحم رفض بشير. سأله الزبائن: لماذا؟ قال بشير بصراحة: لقد أحدهم خلط اللحم بالسم الليلة الماضية، لذلك لن أبيع أحدا منه. حتى مثقال ذرة اندهش الناس لسماع هذا، وأعرب الناس لبعض الوقت أنفسهم، وشهد الجميع بأمانته. والصراحة إن هذا الأثناء قال أحدهم إنه رأى راشد يتجول بقربه من متجر بشير في تلك الليلة. عند سماع هذا لم يقل بشيرا شيئا مباشرة، فقد تركوا. قال: أنني سوف أترك أمري لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فشلت خطة راشد وجن جنونه. كيف نجا بشير؟ اشتعلت النار الحسد في صدره أكثر فأكثر. عدت الأيام، وضع خطة شيطانية أخرى. ذهب بشيرا إلى الملك وكذب عليه قائلا إن بشير يبيع لحم غير شرعية. أمر الملك على الفور بأن يحضر بشير. عندما أحضر الجنود بشير في البلاط كانت يداه تتعرقان وكان قلبه يخفق بقوة. كان يقول في قلبه: يا الله أنت أعلم أنني لم أفعل شيئا غلط، يا الله أنت أعلم بحالي. في تلك المحنة انصرني يا الله عليهم. أمر الملك أن يفتش متجر بشير ومنزله جيدا. فتش الجنود كل ركن، لكنهم لم يجدوا أي أثر للحم مسروق أو غير قانوني لم يتم العثور عليه على أي شيء ضد بشير. في هذه الأثناء تقدم شاهد آخر وقال أمام الجميع أن راشد هو الذي شاهد بالفعل بالقرب من متجر رشيد في الليلة وقتها. وظل بشير راضيا في حياته بسيطا، لكنه كان صادقا يخاف الله في كل شيء. من ناحية أخرى بدأ جسد راشد في قلبه يشتعل النار. لم يكن يستطيع النوم بسلام في تلك الليلة. كان يشعر كلما أن صدق بشير وأمانته كل ثرائي لا يش... كل ثرائي هذا لا يسوى شيء بعد من وأنا لم أكون مرتاح البال. الحسد جشع في قلبه لدرجة أن أحد الليالي أخذ قرار خطير. كان هناك رعد في السماء، كانت هناك صاعقة قوية
وأمطار غزيرة في تلك الليلة المظلمة. اقترب راشد خلصة من متجر بشير، كانت يديه ترتجفان وقلبه يخفق، والكراهية أعطته الشجاعة. فكر: اليوم سأسرق متجر بشير وسينتهي رزقه وسوف أعيش أنا بسلام. أشعل النار وألقاها على المتجر، ولكن قدر الله أن تكون كانت هناك كانت رؤيا. فجأة ذهب الرياح قوية وأعادت النار مباشرة نحو متجر راشد. في اللحظات اندلعت النيران. صرخ راشد وركض لإنقاذ حياته، لكن النار أحرقت متجره وحولته إلى رماد. كان راشد جالسا على الأرض جريحا يبكي. جاء البشير إليه ووضع يده على كتفه وقال بهدوء: أخي راشد، إن هذا قدر الله، لا يزال الله هناك وقت. بدل سيئاتك بحسنات واشتغل بالحلال، وسوف يطعمك الله. المال الحلال أطيب بكثير. واكتشف الجميع أنه كان يبيع لحم الحمير. انتشر في كل القرية كالنار في الهشيم. جميع أنحاء القرية غضب الناس. حطموا متجر راشد وحطوه أرضا، وحرموا على نفسهم الشراء من ذلك المتجر. الحلال دايما بيكسب يا أولاد الحلال، وإن شاء الله الحلال دايما بيكسب ويفوز. والحمد لله إنه ما اقتنع من هذاك الحقير واشتغل معه في بيع لحم الحمير، واشتغل باللحم الحلال، والله أرزقه زيادة وزيادة، وصار هو الجزار الوحيد في القرية، وكسب وزوج عياله واشترى بيت جديد، وصار هو اللحام الخصوصي للملك. هاي كانت قصتنا لليوم. بحبكم بالله. صلوا على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت معكم ريتا جمال. بحبكم بالله. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم. الله يفرج علينا وعليكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.